أروي لكم قصة تتعلق بي أنا في هذا الباب، في شخص حقيقة استفدت منه فائدة عظيمة لا أنساها في حياتي، ولم أتحدث معه ولا أعرف لهجته ولا صار بيني وبينه خطاب، لكنني لا أنسى ما أكرمني الله سبحانه وتعالى بفائدة كانت على يدي ذلك الرجل. انتبه، لم أحدثه ولا أدري من هو، ولا أعرف الآن هو حي أو ميت، ولا أعرف اسمه، ولا صار بيني وبينه خطاب. حتى من الموافقات أني لما استفدت منه تلك الفائدة ما أذكر أنني تحدثت معه أو تكلمت معه، وإنما بقيت في نفسي، وهي فائدة أعتبرها من الفوائد الثمينة جدا في حياتي. كان في هذا المسجد المبارك يصلى التهجد في العشر الأواخر من رمضان ب3 أجزاء ونصف. التسليمة الأولى جزء كامل، والثانية جزء كامل، والثالثة والرابعة والخامسة نصف نصف نصف، ثم بعد ذلك يأتي الوتر. مرة صلى أمامي رجل من أندونيسيا، جاء إلى المسجد بالعكازين على عضده يتكئ عليهما، ورجله إحدى رجليه لا أذكر الآن اليمنى أو اليسرى مبتورة من الركبة، فصلى ليلة من ليالي أمامي صلى أمامي مباشرة، لا ليس بيني وبين أحد، أمامي مثل القارئ الآن الذي أمامي، صلى أمامي تلك الليلة. فصلى، أنا أروي لكم هذا وترونه عني، رأيته بعيني، صلى هذه الأجزاء كلها كاملة قائما بدون العكاز على رجل واحدة. هذا أنا رأيته بعيني والله الشهيد على ذلك، صلاها كاملة بدون العكاز وضعه في الأرض وقام على رجل واحدة وصلى هذا كله كامل على رجل واحدة. فأخذت منه من ذلك اليوم أخذت منه فائدة أعتبرها من الفوائد العظيمة جدا في الحياة، أن الإعاقة ليست في الأطراف وإنما الإعاقة في القلب. الإعاقة ليست في الأطراف ولكنها في القلب، الإعاقة في قلب الإنسان. ولهذا قد يكون الإنسان قوي جدا ويمارس رياضات قوية ما يستطيعها إلا قلة من الناس، لكن إذا أذن الفجر اللحاف الخفيف الذي يغطي به جسمه ما يستطيع يرفع ليقوم أن يصلي. أين القوة التي عنده؟ ما يستطيع يرفع، ويستطيع يجري مسافات شاسعة ولا يتعب للرياضة والمران الذي عنده، ولا يستطيع أن يمشي خطوات المسجد القريب. أين القوة؟ هذا معاق وإن كان جسمه قوي. وترى آخرين أجسامهم ضعيفة جدا ومع ذلك قوة قلوبهم قوة إيمانهم تحملهم إلى بيوت الله وإلى الطاعة. هذه الفائدة واسعة، يعني لو أتحدث عنها يطول الأمر. فائدة واسعة أفدتها صغيرا من ذلك الرجل، لا أعرفه ولا أدري من هو ولا أدري أهو حي أم ميت، لكن بالمناسبة أسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء.